الدار. شوفوا اخبار الدار حلوه ولا وحشه. شوفوا المستوى اللي فيه الدار وتنفردوا بكل واحد تسالوه ايه رايه؟ ايه مشاكله؟ ايه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: واما بنعمه ربك فحدث. وايضا قال: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مش كده برضه؟ فالنهارده بيبقى عندنا صرح عظيم زي ده وكل الناس بتشيد. انا طلبت مني مدام عواطف حلمي وانا بسلم عليها، مش كده؟ قلت لي طلبت مني ايه؟ انك تتكلمي، مش كده؟ انك تتكلمي، صح؟ انا بالمناسبه ما شفتش مدام عواطف بقالي فتره طويله، مش كده برضه؟ لكن لما ربنا يدينا نعمه ويدينا صرح عظيم ويدينا خدمات ويدينا كل حاجه، علما بان مفيش نزيل من النزلاء بيدفع جنيه واحد، بل ادويه لو عايز حاجه. حضرتك لما وقعتي وعملتي العمليه مش احنا تكفلنا بيها؟ تمام. ما دام فاتت احنا تكفلنا بيها. مفيش حد ما تكفلناش بيه. مدام منى الفتوح الله يرحمها، الله يرحمه، اختها نزلت لنا شكر. الواحد بيقول لك ايه؟ ده هم اللي موتوها. اختها نزلت لنا شكر ولسه في العام. بالظبط. بالظبط. ولسه اختها في العيد بعتالي وقالت لي: احنا عمرنا ما هننسى وقفتك معانا ولا احنا ما بنقصرش معاها. الدار دي ليها مجلس امناء ملهاش علاقه بالنقابه. ليها ايه؟ مجلس امناء ملهاش علاقه بالنقابه. مجلس الامناء اللي انا بتشرف ان اكون رئيسه احنا اللي بندير الدار دي. واعتقد ان احنا ما بنستناش حد يطلب حاجه. مش كده يا مدام فاديه؟ مش كده يا استاذ مرشد؟ ما بنستناش حاجه. انا اخر مره كنت معاك يوم ايه؟ يوم عيد الام. مش كده؟ يوم عيد الام، مش كده؟ يوم عيد الام واما عملنا افطار وانا كنت مسافر عمره، الفطار تم وكل حاجه. رحلات بتتعمل، رعايه بتتعمل.